السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وصفات وتدابير مع أم ماريا، القناة الأولى في الجزائر وفي العالم العربي بهذا المحتوى. دائما نحن متواصلون مع تحضيرات وتنظيفات لشهر رمضان المبارك، هذا الجزء الثاني. حبيبتي الغاليات، كما تعرفون أنا قلت لكم تحضيرات رمضان تبدأ ب10 أيام ولا سمانة، يعني ما نحبش نبدأ بكري صراحة. حلاوة التحضيرات رمضان تاع الأيامات الأخرى من شهر شعبان، صراحة ما نشتيش نبداها بكري. المهم ابقوا معنا للنهاية، راح تشوفوا واش حضرت، يعني وريت لكم بعض الأمورات وما زال ثاني راح نزيد نشارك معكم إلى آخر يوم من شعبان. وقعدوا فيديوهات رايحين تستمتعوا بها بزاف بزاف. وفي الفيديو راح نشارك معكم في الفيديوهات المقبلة تجربتي مع المقلاة الهوائية، المشتريات واش شريت. المهم البنات، كملت المطبخ، قلت لكم كملت الكوشة اليوم، نضت للثلاجة ونضت البوطاجي. قلت لكم الكوزينة هذه لازم نراقبوها، نحافظوا عليها على الكفار، يعني كما نقولوا احنا لازم تحرصوا عليها، تحطوا كما نقولوا احنا فيها الدواء، وتحطوا فيها كذلك قشور البرتقال، قشور الليمون، الرند، يعني حطوهم صراحة رايحين ينفروا هذوك كما نقولوا احنا الكفار، القرلو ولا الصراصير. المهم هنا البنات غسلت باقة الورد تاعي اللي نموت عليها، اللي كانت هدية من عند الوالدة تاعي كي بديت في قناتي، كانت شرتها لي للذكر راني محتفظة بها. المهم درت لها غسلة بسيدو، واش نقول لكم خرجت ما شاء الله. المهم البنات خواتاتي كملوا معنا لا فيديو الاخر، وما تنسوناش باللايكات والتعليقات المشجعة. شوفوني في اخر الفيديو راح نشارك معكم المشتريات لشهر رمضان، يعني كما نقولوا احنا بكل عفوية وبساطة وكما نقولوا احنا ومصداقية. شوفوا البنات خرجها ما شاء الله سيدو، روعة روعة يعني للحوايج البيضاء، كما نقولوا احنا ما شاء الله، يعني عليكم وعلى سيدو. صراحة أنا نحب الحوايج اللي تعيني وتنقص عليا. الثلاجة البنات واش نقول لكم، الثلاجة تاعي يعني كما نقولوا احنا درت لها هذيك الطابلة اللي عندها العجلات، ساعدتني بزاف، جبدها لي الزوج تاعي، يعني نظفتها روعة، يعني على برا درت لها هذاك المنظف. يا اخي على بالكم انا مهبولة بالمنظفات والله العظيم، يعني هذا صراحة انه ما وجعنيش بزاف، يعني بريلاكس وما يوجعش بزاف يعني في اليدين. مي من الاحسن والله الانسان يعني يدير القفازات افضل وافضل. المهم البنات غسلتها ووجدتها باه هكذا نحط فيها يعني الحوايج وهي نظيفة، نعود غير نعقب عليها خفيف خفيف. وكنت كذلك ضربت تسييقة للكوزينة باه نقعد في رمضان نمسحها فقط، كما نقولوا احنا نحاول نحافظ عليها تقعد لي نظيفة. وخاصة البنات احنا يعني العاملات، واش نقول لكم مليح لنا يعني هذه الامورات اللي تسهل علينا صراحة. هنا عقمتها مليح مليح، كنت غسلت لها اموراتها وحطيتهم في النافذة البنات. وبما انه احنا عندنا الغبار داير حالة في بلادنا، البلاد اللي نسكن فيها هذه كارثة، بلاد الغبار. البنات كي حطيتهم نشفوا ضربت عليهم، لقيت طلعت عليهم هذيك الطبقة تاع الغبرة، زدت والله غير قلت لهم نعقب عليكم مسحة خفافي. كي دخلتهم في الثلاجة يعني كي ركبتهم هاني زدت عاودت عقبت عليهم. علاه؟ لانه كما نقولوا احنا كارثه. هنا البنات ها هي كي البلاصه تاع الثلاجه تاعي كنت هنا جبتها راني نمسح في الجهه العلويه تاعها، لازم تقعد رطبه ما نكذبش عليكم عندي ما لازم كما نقولوا احنا كي نمس السطح تاع هذيك الحاجه خلاص، يعني ما نلقى فيها حتى حاجه نخرجها تشعل. المهم شوفوا البنات هذو هايلين صراحة. هذا القطع القماشية اللي راهي تتباع والله ما شاء الله، يعني تقدروا حتى تستعملوهم قداه مرة وما يفسدوش ثمثم، يعني تغسلوهم مليح وعقمهم وزيدوا كما نقولوا احنا نشفهم وتخدموا بهم وقت يديو لكم مدة كبيرة، ما يديروش هذيك الحبة هذيك يعني ما يفسدوش ثمثم. هنا البنات راني قاعده نمسح فيه، شوفوا كيف خرجتوها برك نكون ما بنتش نورمالمون ما بنتش، قلت لولادي تقيسوه
واحد ما يتلاح ليه. قلت لولادي والزوج تاعي، قلت لهم واحد ما يتلاح ليه للثلاجه، خليو لي الدار نظيفه يا رحم والديكم، راهو جايتنا الاختبارات في رمضان. كما نقولوا احنا في رمضان نلتي بالطبخ، خليو لي الدنيا نظيفه يرحم باباكم. والله العظيم الله يحسن عاوننا برك البنات. هنا زدت عاودت عقبت، قلت لكم بعد ما رجعتهم زدت عاودت عقبت عليهم مسحه. المهم البنات انتظروني، راح نشارك معكم تجربتي في المقلاة الهوائيه ان شاء الله. كما قلت لكم، على قلت لكم القناة الأولى في الجزائر، لأنه الكفيفة الجزائرية الوحيدة اللي تنقل تحدياتها الأسرية وروتيناتها من مطبخها ومن بيتها المتواضع يعني مثيلتها من ربات البيوت. هنا البنات حبيت نغلف كذلك الكويزينيير تاعي قبل ما تخماج لي. كنت قلت لكم غسلتها، شاركتها معكم في الجزء الاول. زدت درت لها الغلاف هذا اللي كما نقولوا حنا ينقص عليكم تعب كبير. التحضيرات اللي نديرها دائما في شهر رمضان لا شابليغ البنات، راح نشاركها معكم كيفاه حضرت الخبز تاعها في المقلاة الهوائية. رايحين نخليكم تكتشفوا التجربة تاعي في الفيديو المقبل. المهم هنا لحت مباشرة في الروبو سخون. شوفوا البنات روعة روعة روعة، نحتاجها كما نقولوا احنا لبعض الوصفات في رمضان. وشن هي هذه البنات؟ راهي كما نقولوا احنا راح نخدم بها فقط الأمور المالحة. البنات كنت تبلتها حبيباتي الغاليات، عمرتها في علبة. هنا البنات التحضير اللي كما نقولوا احنا ما يغيبش في البيوت الجزائرية، الجلبانة. ملي كبرنا نشفاو وحنا نحضروا الجلبانة. هنا جبت كمية، قلت للزوج تاعي ندير هذه، واذا كان كاش ما زدت احتجت نزيد نجيب الواجدة. المهم قلت له ندير كما نقولوا احنا العاده اللي موالفين نديروها تاع تقشير الجلبانه. مع الاول قالوا لي نعاونوك ونقشروا معاك الزوج تاعي وولادي، ومن بعد خويتكم هي اللي دارتها وحدها، انا اللي قشرتها. شوفوا البنات هذا كل في يوم واحده، صدقوني بكل مصداقيه خدمت كلش البارح. وش هي كنت فضلت الغداء، يعني درت طبق تقليدي يوم الخميس، وفضلت اليوم الجمعة عاودنا حميناه. هنا البنات سي بوصا ما طيبتش، يعني قعدت غير مع هذه الامورات التحضيرات. هنا الجلبانه تاعي البنات انا كيفاه قبل ما نكونجليها واش ندير لها، قبل ما نقشرها نغسلها، ندير لها شوي خل ونغسلها مليح. حطيتها في الحوض تاع المطبخ وكما نقولوا احنا نغمرها بالماء ونغسلها حتى يولي الماء تاعها صافي. نحاول ما نديرش بزاف هكذا باه ما تتحلش ويخرجوا لي الحبات، حتى ولو كان يعني يخرجوا منها الحبات عادي جدا، يخرجوا من بعض يعني كي تطرطق لكم بعض الاخر ويخرجوا الحبات عادي، رايحين نعاودوا الريكيبيريوهم. المهم غسلتها مليح البنات وخليتها في الحوض ورحت نكمل في شغالاتي. يعني خليتها هنا في الحوض يتنحى لها الماء تنشف وتقطر، ورحت نكمل في شغالاتي. كما قلت لكم رحت نطلع على المطبخ تاعي حليته الحمد لله. شوفوا ما لقيتش فيه القرلو، لانه كنت اصلا كي خدمناه كنت البنات عقبت عليه بالطباشير وحطيت فيه وريقات الرند. قلت لكم الكفار ما يحبش هذا الحوايج. شوفوا البنات عقبت كامل مسحت، هذا ما يتكبش عليه الماء. يعني بزاف ناس النساء يقول لك انا كون ما نكبش الماء ما نديرش، هو ما هوش العبره بالماء. المهم مسحي مليح ونظفي. شوفوا هنا البنات كامل درت لها هكذا باه كما نقولوا احنا نضمن سلامه المطبخ تاعي ونضمن انه ما تصرى فيه حتى حاجه. عقبت عليه كامل، حكمته قبل بالباليه، نحيت هذوك الغبار اللي كان، ومن بعد زدت عقبت بالفروطوار. خرج نظيف يشعل هكذا باه في رمضان يدخل علينا رمضان وكوزينتك نظيفه ومستيكيه والطيبي في النقاء. هو كما نقولوا احنا كما يقول لك المثل يا محلى النقاء لو كان يبقى مي على الأقل أخف الضررين. المهم البنات أنا صراحة يعني السنة المطبخ ما تعبنيش بزاف بما أنه جديد. شوفوا المطبخ كيعود جديد ومخدوم راهو ما يتعبكش صراحة. واش نهي احنا كما قلت لكم بلادنا بلاد الغبار. يا واش نقول لكم النافذة هذه نحيت منها العجب، يعني ثم وغير أنا مسحت خلصت
ثم زاد ناض واحد الريح واش نقول لكم قاوي، نسف نسفه رجعت الدنيا كل غبار. ومن بعد رحت ثاني للجهه هذه تاع البوطاجي وين كاين هذا التيوات قلت لبنتي هذو انا نقول لهم نسميهم المصارن نضحككم شويه البنات. قلت لها نسميهم المصارن، ماتت عليا بالضحك. عقبت عليهم كامل، امسحتهم بالصانيبو. الدنيا واش نقول لكم مش نشتي البنات كي نخلط المنظفات، الصانيبو، بريلاكس، ليزيس، اي واش نقول لكم الدنيا تخلطت بالمنظفات. مي صراحة نروحوا بالشوي برك، لازم كما نقولوا احنا نكونوا شوية عقلانيات في هذا الأمور لأنهم يضروا في الصحة. معليش كي تكون كما نقولوا احنا مناسبة كما هذه نتلاحوا فيهم بصح. كي تكون كما نقولوا احنا ماهيش كل يوم وحنا مع هذا المنظفات كما نقولوا احنا لأنهم صراحة يضروا في الصحة. الجلبانة تاعنا البنات نشفت وتنحى لها هذاك الغبار، دوكا رايحه نقشرها. قلت لهم شفتوا هذا هو اللي قلتوا لي نقشروا معاك ونديروا معاكم، بعد على الاخر خويتكم اللي قشرتها وحدها البنات. دوك تشوفوا البنات واش شريت ثاني. امور الضروريه واللي زيبيس البنات كانوا عندي. كذلك عندي سمع عندي باه نبدا نشتي ديما نبدا بالحوايج جديده. المهم البنات كملت المطبخ تاعي وحبيت نشارك معكم هذه. ها هي لا شابليغ تاعنا وجدت البنات، جات ما شاء الله حميمره متبله، دايرتها للمملحات للكنتاكي. هاكم على بالكم نخدموا بها بزاف امورات. درت الله يبارك خيرات ربي الفريك البنات. البلاد تاعنا هنا اللي نسكن فيها جنوب سطيف هنا في عين والمان. عين والمان هذه ان شاء الله ديما الزوج تاعي يقول لي نصور لك، قلت له مع فوقته تصور لي جوله في هذا الحي الخاص بهذا الامورات ان شاء الله يا رب العالمين كي يصور لي نشارك معكم. شريت البنات هذا الاواني الفخاريه، هذا 3 من هذا الليمول، واحد شويه متوسط الحق شريته لي وحده تخدم معنا يعطيها الصحه، وهذا الزوج شراهم للزوج تاعي وزاد جاب لي 4 الكيسان تاع البن والتمر البنات. اكيد كي نقولوا رمضان نقولوا الدقله تاعنا. قلت لكم البلاصه اللي نسكن فيها الامورات هذه. وهذا اللحم تاعنا اللي رايحين ننطلقوا به يعني للشربه البنات. هذه هي المشتريات الاوليه. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.